دانيال وايثن، 2 صحاب شغالين في شركه عندهم نفس الشغل، نفس الخبره ونفس عدد الساعات، وحتى المرتب كان هو يتيح. جه يوم وسمعوا عن محل صغير، محل كان في منطقه لسه بتتبني وعدد السكان فيها بيزيد، وصاحب المحل كان محتاج يبيعه بسرعه عشان هو عايز يسافر. طبعا جالك دانيال وايثن وقعدوا كده يدرسوا الموضوع، حسبوا الايجار، المصاريف، حسبوا عدد الناس اللي ساكنين في المنطقه، واكتشفوا ان المحل ده ممكن يتحول لمغسله ملابس، لان اقرب مغسله كانت بعيده جدا عنهم والمنطقه مليانه شقق جديده. فدانيال شاف ان الصفقه شكلها كويس، لكن لازم ندرسها اكتر ونبداها بحجم صغير عشان ممكن نخسر. طبعا ايثن اول ما سمع الكلمه دي رنت في ودنه، ممكن نخسر؟ كان هيعمل كده بالظبط. نخسر ليه يا عم وانا ناقص؟ انا احط فلوسي في البنك وبالي يبقى مرتاح وتكبر لوحدها. بيفكرني بحد كده اسمه تيحة. اهلا بيك يا تيحة في حلقه جديده في قناه جوبا. في القناه دي بنتكلم عن كتب، روايات، واي حاجه انا بحبها. وانت يا تيحة بتعمل لايك واشتراك عادي جدا. نحن الان في فصل الكتب. وحشتني جدا يا تيحة، وحشتني لدرجه ان انا مش عايز اعمل الفيديو ده اساسا. تيحة قبل ما نبدا الجزئيه اللي جايه في الكتاب، انا عايز اقول لك حاجه، ان دي اخر حلقه في الكتاب ده، فعايزك يا تيحة تنزلي تحت في الكومنتات تكتب لي الكتاب الجاي اللي انت عايزه. انا بقرا كل الكومنتات وكل الكومنتس برد عليها، مفيش كومنت واحد بطنشه، وانت عارف يا تيحة الحوار ده، كل الكومنتات بقراها. ومش عايز تروح تحط لي اللايك على واحد قال الكتاب اللي انت عايزه، ما بشوفش اللايكات. انا هعد عدد الكومنتات على كل كتاب واعمل كده، فاهمني، فوت كده واقعد اقرر انا بنفسي. انزل اعمل كومنت باسم الكتاب اللي انت عايزه للحلقه الجايه، كل تحته يعمل كده، وكل تحته عارف ان انا هرد عليه مهما حصل. نخش بقى على الفيديو. دانيال رد عليه وقال له مفيش استثمار من غير احتمال خساره، لكن اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نقلل الخطر بتاع الخساره. نبدا بمعدات مستعمله، نخبي حبه من الفلوس احتياطا لو المشروع فشل، وما نستلفش مبلغ كبير. لكن ايثن حبيبنا كان مجرد ان هو شايف ان في احتمال خساره سبب كافي ان هو ينسحب من الاول، وقال جمله مشهوره جدا: انا عايز حاجه مكسبها مضمون 100%. ما يا حبيبي لو كان في حاجه مكسبها مضمون 100% كانوا وزعوها للناس مع شهادات الميلاد. فجه دانيال كبر دماغه وقال ايه، فكك من الواد ده، انا هشتغل لوحدي. اشترى معدات بسيطه جدا ووظف واحد من الناس يشتغل معاه في الشركه، وبدا يشتغل. في اول شهر فعلا المشروع ما حققش ربح، خسر. وفي الشهر الثاني حصلت مشكله في احدى الغسالات، واضطر دانيال يدفع مبلغ كبير جدا في التصليح. ايثن بقى اللي هو شبعك يا تيحة، اول ما سمع الخبر ده راح قال لي دانيال ايه، شفت انا قلت لك الاستثمار كله خساره، ارجع اقفل المحل قبل ما تضيع فلوسك كلها. انا بحب دايما الريمونتادا، انا واحد مشجع ريال مدريد، انا اعشق الريمونتادا. اديك امل انك هتكسب يا حبيبي، واجي اديك البوف. واكتر نوع ريمونتادا بحبه النوع اللي انت نفسك ما بتبقاش عارف هو جاي ولا مش جاي. يا تيحة على العظمه لو تفهم. يا تيحة لما تلاقي انه كله بيقول لك لا، وانت شايف ان هو لا جايه، كله عارف ان المشروع ده هيخسر، بس انت شايف، انت عارف من جواك كويس جدا ان هو هينجح. دانيال فعلا كان متضايق لانه خسر جزء من فلوسه، والنتيجه ما كانتش زي ما هو كان متوقع بالظبط. اكتشف ان نوع الغسالات اللي هو كان جايبها كانت قطع غيارها غاليه، واكتشف كمان ان ساعات العمل اللي المحل شغال فيها مش متناسبه مع السكان، وان اغلب العملاء كانوا بيسالوا عن خدمه التوصيل اللي هو ما كانش بيوفرها اصلا. يعني الخساره اللي هو خسرها دي قالت له 3 حاجات كان مستحيل يعرفها من الكتاب ده او من اي كتاب تاني. فدانيال حبيبنا راح مغير المعدات، مدد ساعات العمل شويه، واتفق مع شاب عنده سكوتر ان هو يوصل وياخد نسبه. وبعد 6 شهور اخيرا المحل بدأ يحقق ربح، وبعد سنة المحل فتح فرع تاني. اما ايثن حبيبنا اللي شبهك يا تيحة فكان لسه في نفس الوظيفه، بحوش فلوسه في البنك، وكان كل ما بيسمع عن نجاحات دانيال بيقول جمله واحده بس: هو كان محظوظ بس. لا يا ايثن، لا يا تيحة، ما كانش محظوظ، هو خسر واستخدم الخساره عشان ينجح، وانت ما خسرتش عشان انت ما دخلتش اللعبه اصلا. وده الفرق يا تيحة. الخوف من الخساره طبيعي، دانيال نفسه كان خايف ان هو يبدا، لكنه ما خلاش الخوف يمنعه من الحركه، هو استخدم الخوف عشان يحسب الخطوه الجايه ويبدا صغير ويقلل المخاطر. اما ايثن استخدم الخوف عشان يهرب. وهنا نفهم ان الفشل مش عكس النجاح، الفشل يا تيحة هو جزء من النجاح ذات نفسه. يعني احنا لو عملنا طريق كده اخره النجاح، فانت الطريق ده كله عباره عن مطبات فشل. ما هو مفيش طريق من غير مطبات، هتدوس الناس يا تيحة، هتدوس الناس. وافتكر يا تيحة ان المطبات شكلها عامل ازاي، طالعه ونازله، هتتعب في الطلعه وهتلاقيها مره واحده نزلت حلو. الفشل تجسد عند دانيال في الغسالات اللي اتعطلت، اللي علمته يختار المعدات صح، في قله العملاء اللي كانوا موجودين، اللي علمته ان هو يمدد ساعات الشغل، في طلبات التوصيل اللي علمته ان هو لازم يفتح ميزه زياده عشان يجيب عملاء اكتر. المعلومه ليك يا تيحة، بس لو كان المشروع ده نجح من اول يوم كان ممكن تاني يوم يفتح محل تاني خالص، وساعتها خسارته هتبقى دبل، لان كده كده انت هتقابل فشل. الفشل ده طبيعي، المشاكل اللي بتحصل دي طبيعيه، لكن لما بتبدا على صغير وتفشل على صغير يا تيحة بتتعلم الحاجات الاساسيه
اساسيه، فبتعرف تكبر وانت مش خايف، انت ضامن ان المشاكل العاديه هتعرف تحلها. نرجع بقى لايثن اللي شبهك يا تيحة، اختار الامان الكامل. حق ربنا الراجل ما خسرش فلوس في اي مشروع، بس خسر فرصه وخبره وسنين كان ممكن يتعلم فيها ويكبر. وبعد 5 سنين كان دانيال بيدير مجموعه من الفروع، انما ايثن كان لسه مستني الفرصه المناسبه، الفرصه المناسبه اللي ما فيهاش اي ريسك، ما فيهاش 1% من الخساره، عشان هو خايف على فلوس اللي هو تعب فيها. المشكله مش انك تخسر فلوسك يا تيحة، كل شخص بيدخل اي لعبه حقيقيه معرض ان هو يخسر. المشكله ان الخساره تكسرك، او ان خوفك منها يمنعك من ان انت تحاول اصلا. الناجح ما بيحبش الخساره، لكنه عارف انه عشان يتعلم لازم يدفع فلوس، ولو هو خسر فلوس فكانت دي فلوس التعليم. انما الخسران بيهرب قبل ما يبدا اصلا. العائق الثاني التشاؤم. في التشاؤم الكاتب بيجيب قصه كانت عندهم تقريبا في امريكا، فكره الفرخه الصغيره اللي كانت بتجري وتصرخ السما بتقع السما بتقع وخ 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 وخ. بيقول لك يا تيحة ان كلنا عندنا فرخه في دماغنا الا انت عندك زتونه، اول ما نفكر نعمل حاجه جديده تبدا تصرخ. طب ايه لو خسرت؟ طب ايه هيحصل لو الاقتصاد انهار؟ طب ايه اللي هيحصل لو خسرت فلوس؟ طب ايه اللي هيحصل لو الناس ضحكت عليا؟ طب ايه اللي هيحصل لو محدش اشترى؟ طب ايه اللي هيحصل لو كان الامر لو كان، لحد يا تيحة ما الفرصه تضيع من ايدك وتقول الحمد لله ان انا ما خسرتش. وبعد سنتين بالظبط، اقسم بالله يا تيحة اسمع مني انا بقى، تلاقي واحد نجح بنفس الفكره اللي انت كانت في بالك بقالها سنين ونجح فيها واشتهر فيها، وتقول دي كانت فكرتي. يا تيحة انت طبعا هتجيلك فكره ان كل الشركات الناجحه دي سرقت فكرتك انت وانت نايم. المشكله ان التشاؤم مش بيجي من جواك بس، هو ممكن كمان يجي من الناس اللي حواليك، قريب، جار، صاحب، زميل، شخص في الاغلب كده على السكه وعلى الدغري عمره ما استثمر فلوسه، عمره ما كان عنده راي حاسم في الاستثمار، عمره ما فكر في حياته يفتح مشروع، فعشان هو عمره ما قدر يفتح مشروع قدر يشرح لك ازاي انت مشروعك هيخسر. فاهمني؟ روبرت جاي يحكي لنا على قصه مشابهه. واحد اسمه ريتشارد ده كان صاحب روبرت، وروبرت راح يقابله. طبعا روبرت هو الكاتب بتاعنا يا حبيبي يا تيحة، انا عارف انت بتنسى الاسامي. راح روبرت يزوره في مدينه فونكس. دي فينيكس دي ولا فينيكس ولا رينا؟ محدش هيفهم الافيه ده خالص، محدش هيفهمه نهائيا. اكتب يا تيحة لو فهمت الافيه ده، اكتب تحت انت فهمت ايه فيه. كانت اسعار العقارات منخفضه، فروبرت ومراته راحوا يقضوا يومين مع ريتشارد، بيتكلموا معاه عن الفرص الموجوده يعني حواليهم وبتاع، وفي النهايه لقوا وحده سكنيه سعرها حوالي $42,000، في حين ان الوحدات المشابهه للوحده السكنيه دي كان سعرها $65,000. يعني من بره كده يا تيحة مش محتاجه واحد ذكي، يعني في صفقه حلوه هنا، حاجه ب $46,000 والطبيعي بتاعها انه $65,000. ريتشارد اشترى الوحده ورجع بوسطن وهو متحمس. فبعد اسبوعين السمسار اللي باع لريتشارد اتصل بمين؟ اتصل بروبرت الكاتب، وقال له ان ريتشارد اللي كان متحمس بعد ما اشترى الوحده السكنيه تراجع عن الصفقه، فركشها. فروبرت سال ليه تراجع عن الصفقه؟ دي كانت صفقه حلوه، عامه حلوه فشخ، ليه تراجعت؟ فاتصل بيه روبرت فعلا وقال له كده، انت ليه تراجعت عن الصفقه؟ قال له انا كلمت جاري وقال لي ان الصفقه مش كويسه وان السعر عالي. فروبرت استغرب وقال له هو انت جارك مستثمر عقاري؟ قال له لا. فساله طب سمعت كلامه ليه؟ ريتشارد ساب تحليل الصفقه، الارقام والاسعار، وسمع كلام شخص مش متخصص لمجرد ان كلامه خوفه. وده لعلمك مش بيحصل لريتشارد بس، ده بيحصل لكل الناس. واحد يدرس مشروع مشهور وبعدين يلغيه لان ابن خالته قال له انا مش مرتاح. يا حبيبي احنا بنعمل حاجه اسمها دراسه جدوى، مش بنفتح المنديل ونقرا الفنجان. الفكره مش انك تتجاهل التحذيرات، لكن في فرق ما بين التحذير المبني على تحليلات وبين الدوشه المبنيه على الخوف. المستثمر الصح الجامد بيسمع المشكله وبعدين بيحللها، انما الشخص المتشائم بيسمع المشكله ويطلع يجري. في مناسبه الحته دي بالظبط انا عايز اتكلم برضو كلمتين بشكل عام في دنيتك، 2 بس اللي تسمع لهم وتاخد منهم نصيحه. سكه بقى، شخص بيخاف عليك وبيحبك بجد، ودول قليلين جدا، قد يكون 1 أو 2 من صحابك والباقي امك وابوك، فاهم؟ وممكن اخوك، ممكن لا عادي. والشخص التاني هو شخص اعلى منك خبره في المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، مش في اي مجال في العام. دول الاثنين الوحيدين اللي ممكن تسمع منهم. طب ليه؟ الشخص الاولاني اللي بيهتم بامرك هيقول لك كل العيوب الموجوده في الموضوع، وده بسبب ان هو هيبقى خايف عليك، فممكن يجي يرزعك واحده زي ممكن السوق بكره ينهار، ممكن الناس كلها بكره تقعد في بيتها، هتصرف منين؟ دي مشاكل ممكن تحصل بس نادره. فالاشخاص اللي بتخاف عليك هتوضح لك المخاطر بشكل عام، بس ده مش معناه ان انت تطلع تجري منها. الشخص الخبير بقى هو اللي هيرسم لك الخطه، هو ده اللي تسمع له وتركز معاه قوي. ولما تيجي تقول له المخاطر اللي انت سمعتها نصايح من الناس اللي بتحبك هيقول لك هو الرد عليها، ده ممكن يحصل لو كذا، ده ممكن يحصل لو كذا، غير كده ما تسمعش لحد. دول الاثنين الوحيدين اللي ممكن تسمع لهم. ونصيحه، ما تكنسلش الموضوع عشان راي الشخص اللي بيحبك او اللي بيهمه امرك. عمرك ما تكنسل الموضوع عشان حاجه زي دي. كنسل الموضوع دايما لو الشخص الخبير اكتر منك قال لك لا اقف هنا وكنسل، ودي احتماليتها 1% لو حصلت.
النوع الحلو، النوع اللي انا بحب اتكلم، بحب امسكه اغسله، الكسل. الكاتب بتاعنا حبيبنا يتيحة مش جاي يتكلم عن الكسل، لا مش الشخص الكسول العادي، لا، في نوع اخطر من الكسل، نوع اخطر احنا كلنا تقريبا مش عارفينه بس احنا عارفين. ايوه يا يتيحة انا بتكلم عنك، النوع الكسول اللي عامل نفسه مشغول، تلاقيه عامل نفسه مشغول طول الوقت وهو مكسل، شغل، مكالمات، خروجات، مشاوير، رسائل، لما تسأله عملت ايه لمستقبلك، استثمرت في حاجة، عملت حاجة، يقول لك مفيش وقت. ممكن يقضي ساعات في الشغل بس مش قادر يضيع ساعة واحدة يتعلم فيها عن الاستثمار. ممكن يقعد ساعة ونص يقلب ما بين الريلز ويجي يقول لك الاستثمار محتاج فراغ. انت مشغول في ايه يا تيحة؟ ايه اللي ورا اهلك مشغول فيه؟ عمال تتقلب من فيديو قطط اي بتتكلم مع بعض لفيديو بيقول لك علامات انك شخص الفا وانت اصلا مش محصل بيت عشان توصل لألف. كتاب بيقول لك ان الاشخاص بيستخدموا الانشغال عشان يهربوا من حاجة مش عايزين يواجهوها. واحد مشغول بالشغل فما بيهتمش بصحته، واحدة مشغولة بالعيال عشان ما تهتمش بجسمها، واحد مشغول طول الوقت عشان ما يبصش على وضعه المالي. روبرت بيقول ان علاج الكسل هو قدر بسيط من الرغبه والطمع. يعني انت لازم تكون طماع، بس مش الطمع اللي يخليك تسرق الناس، الطمع اللي يخليك تقول ايه اللي ممكن اكسبه لو انا اتعلم، حياتي هتبقى عامله ازاي وانا حر ماليا. بحلم بده كتير قوي والله يا تيحة. ايه اللي هعمله لو انا ما بقتش مجبور على الوظيفه. الاب الفقير كان بيقول مش قادر اشتري ده، الاب الغني كان بيقول ازاي اقدر اشتري ده. الجمله الاولى بتقفل العقل، الجمله الثانيه بتفتح العقل. لما تقول مش معايا فلوس العقل بيتقفل، لكن لما تقول ازاي اقدر اوفر الفلوس دي العقل بيتفتح. العقل بيبدا يدور على حل المشاكل. هل انا محتاج اصلا ابدا اشتغل؟ هل اقدر ازود دخلي؟ هل اقدر ابني اصل يدفع ثمن الحاجه دي؟ هل في طريقه مختلفه؟ الكاتب شايف ان مش هقدر او مش هينفع كتير بتكون كدبه بيقولها العقل عشان يكسر. جواك في جزء عارف انك ممكن تتحرك، لكن عقلك بيرد يقول لك مكسر، مش قادر، عايز اريح يا تيحة. طب اتقل طيب يا تيحة كده ايه لما الظروف تتحسن. طب بص روح على الشبشب وتعالى. طب بص روح البس وتعالى، خلينا نشوف الحوار ده. طب بص الظروف تتظبط وتعالى، ممكن نعملها. والظروف يا تيحة بصراحه يعني كده عمرها ما تتظبط. ليه؟ عشان انت فاش، انت عمال تكسل اكتر ولا اقل. الظروف لو هتتغير فهتتغير في حاجه واحده بس، انها هتغير لك نوع المصيبه، لا اكتر ولا اقل. السؤال اللي عقد العلماء والنشطاء والكبرياء والتحاتيح. عمك روبرت يا تيحة بيسألك لما راتبك بينزل او لما تاخد المصروف، لو انت لسه بتاخد المصروف، مين اول واحد المفروض ياخد حقه؟ البنك، القسط، صاحب البيت، الكريدت كارد، الحكومه، ولا انت؟ اتمنى ترد عليا في التعليقات. انا بكره شغل اليوتيوبرز ده بجد، يعني ما بحبش اقعد اقول كده، لو انزل رد علي في التعليقات، قول لي رايك في التعليقات، رد على ايه، قرف، رد علي في التعليقات بقى. الاب الفقير كان عنده مبدا، اول ما يجي الراتب انا هدفع كل التزاماتي، ولو فضل حاجه من المرتب هحوشها. وطبعا غالبا بيحصل كده ان هو ما بيبقاش اي حاجه. انما الاب الغني كان بيدفع لنفسه الاول، وده مش معناه ان هو بيهرب من التزاماته. الفكره انه بيطلع مبلغ الاول يحوشه، بعد كده يخش بقى بصدره على الالتزامات والفواتير والحاجات اللي ورا. روبرت سأل ابوه الغني قبل كده وقال له انت ما بتخافش من الناس اللي انت عليك ديون ليهم او من الالتزامات او من الضرايب؟ قال له بالعكس انا بخاف منهم، وخوفي منهم ده هو اللي مخليني دايما اشتغل، ولكن ده مش معناه ان انا احط نفسي اخر حاجه، احط تحويشه عمري ان انا عايز احوش عشان اشتري اصل تاني يجيب لي فلوس اخر حاجه. لان هو لو دفع للناس دول كلهم الاول واكتشف ان مفيش حاجه باقيه، مش هيحس بالضغط ان هو محتاج يشتغل اكتر عشان يجيب فلوس. لكن لما يروح يدفع لنفسه الاول ويجي يسدد للناس ديونها، فيلاقي ان هو لسه عليه ديون، فكده هيضغط ان هو يحاول يجيب فلوس اكتر عشان يعرف يدفع للناس دي. طبعا الفكره يا عم تيحة انت والزيتونه اللي في دماغك مش ان انت تروح تحوش المرتب كله، انت بتحوش جزء صغير من المرتب، واللي اغلب الكتب اجمعت عليه كان 10% بتحوشها لنفسك، وتبدا بعد كده تسدد التزاماتك. والله كفت الفلوس اللي انت تسدد التزاماتك وتعيش كان بها، ما كفتش دور على مصدر دخل تاني، بس ما تعملش العكس. ما تبداش الشهر او ما تقبض مرتب تقول لو فضلت فلوس لاخر الشهر انا هحوش، ما ينفعش. انت اول ما تجيلك الفلوس انت بتحدد هتحوش كام وتحوش. دخلت لك من الناحيه التانية اللي بتقول ان انا بخش من ناحيه واحده. لا يا حبيبي انا مش شبه ناس، انا بخش من كل ناحيه. الاب الغني كان بيقول ان اسوأ نوع ان الغرور ده عباره عن الانا زائد الجهل. يا تيحة يعني الشخص اللي مش عارف، لكن بدل ما يقول انا مش عارف بيتكلم بثقه اكتر، فكل معلوماته بتلاقيها قلت وصوته بدا يعلى. وروبرت بيقول ان ده بيحصل كتير في عالم الفلوس، كتير جدا. ناس بتتكلم عن الاسهم والاستثمارات وهي مش فاهمه اي حاجه فعلا، زي كده مثلا. لا بهزر يا تيحة، عامه لا عندي ما يكفي من المعلومات في اتجاه العقارات واتجاه الاسهم فقط لا غير. لكن الناس دي بتستخدم كلام كبير ومجعلص عشان تخفي جهلها.
سهله. الاب الغني كان عنده مقوله حلوه جدا يا تيحه: اللي اعرفه بيكسبني فلوس، واللي ما اعرفوش بيخسرني فلوس. يعني لو في معلومه هو مش عارفها بتخسره فلوس. طب ازاي؟ في كل مره كان الاب الغني بيتكبر ويقول لا اكيد دي معلومه مش مهمه ومش هتفرق في الاستثمار ده، كان بيخسر. فالحل بسيط: لما تكتشف انك مش فاهم اي موضوع في الدنيا، بسيطه جدا، اتعلمه. اقرا كتاب، خد كورس، اسال، دور على حد خبير في الموضوع، لكن ما تعملش نفسك فاهم. انت مش لازم يبقى عندك راي في كل حاجه يا تيحه، بس دي مش اهانه يا تيحه. الاهانه بجد ان انت تقول انا فاهم وفلوسك ترد عليك تقول لك ما واضح فعلا فاهم جدا. العوائق اللي احنا قلناهم في الحبه اللي فاتوا توقف اي شخص حتى لو كان عنده معرفه ماليه: الخوف والتشاؤم والكسل وعادات الفلوس انك تدفع لنفسك الاول والغرور. روبرت بيقول انه كان بيتمنى لو كان تجميع الفلوس ده كان سهل عليه، لكنه ما كانش سهل خالص يا تيحه. مفيش فكره في الكتاب كانت بتقول انك هتصحى من النوم تلاقي في اصل بيخبط عليك البيت يقول لك سلام عليكم انا جاي اشتغل عندك. التعليم بالنسبه له خد وقت، والتخبيط خد وقت. في البدايه اتلخبط، وقع وقام زي ركوب العجله كده يا تيحه. المشكله ان الناس كتير اول ما بتقع بتقول انه واضح كده ركوب العجله مش ماشي معايا. لا يا تيحه، واضح ان الجاذبيه مش شغاله اصلا. الفرق الكبير مين اللي بيكمل بعد الوقعه. وعشان السؤال الشهير ابدا منين، روبرت جاي لك وبيقول لك 10 خطوات كان بيطبقها في حياته. 1: لازم يكون عندك سبب قوي، السبب بيخليك تستحمل التعب والخوف والتعلم، لان الطريق لو ملهوش معنى بالنسبه لك اول مشكله هترجعك لورا. روبرت كان عنده اسباب بتتعلق بالحريه: انه ما يبقاش مجبور يشتغل طول حياته، انه يقدر يسافر وقت ما يعوز، انه يعرف يعيش زي ما هو عايز، يتحكم في وقته. في نفس الوقت كان عنده حاجات مش عايز يعملها. ما كانش عايز يشتغل طول عمره عشان يدفع الفواتير، ما كانش عايز يكون موظف عاجز عن الاختيار، ما كانش عايز يستنى معاش ممكن يجي وممكن لا. السبب الحقيقي لازم يكون خليط ما بين حاجات انت عايزها وحاجات انت رافض انك تعيشها. اما بقى يا تيحه لو سببك انك عايز تجيب ايفون كل سنه، اول ما تجيب التفاحه الرحله هتخلص وهتدخل تنام. لازم الهدف يكون اكبر من مجرد شراء لعبه جديده. فن اللامبالاه رجع. كل يوم انت بتختار، وعدم الاختيار هو اختيار. كل جنيه بيدخل في ايدك انت اللي بتقرر هيروح فين. هتصرفه، هتشتري بيه التزام، تشتري بيه اكل، هتتعلم بيه حاجه، هتبني بيه اصل. روبرت بيقول ان اهم استثمار في الدنيا هو التعليم، وانا مقتنع بده. مش الاكاديمي، التعليم، انك تتعلم حاجه جديده، كتب، دورات، محاضرات، ده كلام الكتاب مش انا. الاستماع الى اشخاص نجحوا في مجال معين. المقصود مش انك تجمع كورسات وتبقى شخص ناجح في النظري. في ناس عندها 84 كورس حطهم على هارد ديسك، بتحوش العلم احتياطي يمكن يخلص من السوق ولا حاجه. التعليم الحقيقي لازم يغير قراراتك. لو قراراتك ما اتغيرتش بعد ما اتعلمت حاجه يبقى انت ما اتعلمتش حاجه. روبرت بيدي قصه حلوه جدا، انا عن نفسي انا اطبقها مع ابني. بيقول لك انا كان في شخص عنده ابن، وابن ده كان حلمه ان هو يشتري عربيه. كان عايز عربيه، عيل عايز عربيه، فاهمني؟ كان عنده ابن مراهق تقريبا، وابوه قال بدل ما يشتري العربيه انا هديله مبلغ من المال واقول له حاول تستثمره وهات انت بالباقي عربيه، اتعامل بقى. فالاب اداله $3000 وقال له عايز تجيب عربيه استثمر بيها. والابن فعلا بدا يتعلم استثمار وبدا يتابع وول ستريت جورنالز، دي كده زي اخبار كده اسمها وول ستريت بتاعت الاسهم والحاجات دي. المهم ان هو بدا يتابع الفلوس والاسهم بدل ما بيتابع التلفزيون والكرتونات. انا لحد دلوقتي لسه بتابع انمي عادي جدا. وللاسف الشديد الواد خسر فلوس، ما طبيعي مفيش عيل صغير هيجيبها من الاول. بس ابوه كان مبسوط جدا بالحوار ده لان الخساره دي كانت كويسه في سنه ده. هو خسر بمبلغ تافه في اول حياته، ما كانتش تحويشه عمره، فدي حاجه هو اتعلم فيها. بصراحه مش هحط بقى القصه، المهم انه جاب العربيه في الاخر. تسقيفه كبيره للواد ده. روبرت جاي يقول لك يا تيحه ما تختارش اصحابك عشان حسابهم البنكي. هو روبرت ذات نفسه عنده اصحاب اغنياء واصحاب فقراء، وبيتعلم من الاثنين. بيتعلم من الغني ازاي بقى غني، وبيتعلم من الفقير ازاي ما يبقاش فقير زيه. لكن المهم انك تنتبه لكل الكلام اللي بتسمعه. في صحاب اول ما انت تظهر لك فرصه يدوك واحده خطر، السوق ممكن ينهار، الاقتصاد رايح في داهيه. واللي يضحكك في الموضوع ده يا تيحه ان الناس دي مش عارفه يعني ايه ارقام اصلا. هو بس بيديك خدمه الخوف المجانيه. امسك انت صاحبي وحبيبي وانا هممني امرك، امسك الخدمه دي. روبرت كان بيسمع لاصحابه المتعلمين ماليا، خصوصا لان المعلومات في السوق مهمه، لكن ما كانش بيقلدهم زي الاعمى. كان بيسمع، بيحلل، بيقرر، لان اي قرار مصيري هو هياخده هيبقى مختلف عن كل الموجودين. اختار الناس اللي توسع رؤيتك، مش الناس اللي كل دورها تقولك ان احلامك سخيفه.
روبرت جاي يقول لك يا تيحة عشان تعمل محشي اتعلم الوصفه بتاعته. روبرت قال عشان تعمل محشي اتبع الوصفه بتاعته. روبرت بيحب المحشي بتاعه وبيقول لك عشان تعمل فلوس اتبع الوصفه بتاعتها. المشكله ان الناس كلها بتتعلم وصفه واحده للفلوس وبتستخدمها طول العمر حتى بعد ما العالم يتغير. اديك مثال، ذاكر اشتغل حوش، وصفه كانت مناسبه لظروف معينه في زمن معين، لكن مش شرط تبقى الوحيده بالذات في زماننا الحالي. ممكن لو انت شغال في شركه انترناشونال بتقبض بالدولار وفلوسك كتير ماشي، فاهمني؟ ولكن طبقا للاقتصاد العالمي دلوقتي فانا عايز اقول لك ان الموظف يقع في الدرجه الدنيا من النتورث يا صاحبي، من الثروه. الفريلانسر دلوقتي وظيفته امن من الموظف، فمش شرط تكون الوصفه الوحيده اللي انت متعلمها هي اللي نافعه مع الزمن الحالي. روبرت كان بيحضر دورات وبيتعلم طرق استثمار جديده حتى بعد ما كبر. اول ما يتعلم طريقه جديده ويتقن ازاي يستثمر فيها ويتقن ازاي يبقى اسطوره فيها بيبدا يدور على طريقه ثانيه، لان احنا في عالم سريع جدا وبيتغير جدا. الوصفه اللي بتجيب لك فلوس النهارده بكره تبقى قديمه يا باشا. المحشي فيه 10 انواع منه، فما تعتقدش ان نوع واحد هيكون كفايه انك تعيش بيه طول العمر. فالاهم يا تيحة من انك اتعلم ازاي تتعلم. السلام عليكم، الحاج روبرت جاي يمسي عليك ويقول لك يا اسطى ما تنساش تدفع لنفسك الاول. خلاصه شديده يعني، اول ما يجي الراتب بتاعك يا باشا طلع مبلغ حطه في جيبك وبعد كده ابدا سدد التزاماتك. ما عرفتش تسدد التزاماتك يا باشا اشتغل اكتر وحاول تتصرف في المبلغ الباقي، انما ادفع لنفسك الاول. ما تدفعش كل حاجه وبعد كده تقول ايه لو بقى فلوس هحوش. غلط يا باشا. السلام عليكم. الخطوة السادسة عمو روبرت بيقول لك ناس كتير بتحاول توفر في حاجات مهمة، السمسار اللي هيجيب لك العقار، المحاسب او المستشار، فتخسر صفقة كاملة عشان عمولة تافهة. روبرت بيقول لك ان المحترف الكويس هيوفر لك وقت وهيجيب لك معلومات وهيساعدك تكسب اكتر من فلوس، لكن اختار صح. مش كل واحد لابس بدلة يبقى خبير يا تيح. لازم تسأله هل هو بيطبق الكلام ده على نفسه؟ هل هو عنده اصول اصلا؟ هل خبرته دي حقيقية؟ هل مصالحه متوافقة مع مصالحك؟ الوسيط الصح او البروكر الشاطر مش بس اللي بيبيع، هو عباره عن عينك وودنك في السوق يا باشا. احيانا ممكن يجيب لك معلومه واحده بيساوي 3 اضعاف عمولته، فالرجاله اللي في النص دي مسي عليهم بالزياده عشان ايه؟ يشوفوه، بس اتاكد ان هم ناس بجد فاهمانه. الفكرة الحلوة هنا بقى ايه؟ امتى هتاخد فلوس؟ اي مستثمر شاطر لازم يكون عارف امتى هيسترد راس المال بتاعه. يعني ممكن يشتري اصل يجيب له فلوس وبعد فترة معينة هو يكون استرد راس المال بتاعه، بس الاصل لسه موجود وبيشتغل، ولسه كمان فترة هيجيب له راس ماله تاني. وروبرت كان بيحب الاستثمارات اللي حتى بعد ما بترجع له راس المال بتفضل تجيب له فلوس تاني، اسهم، دخل، عقارات، او حتى جزء من صفقة، كأنك دفعت في حاجة وفلوسك رجعت ولسه عمالة تجيلك فلوس تاني. طبعا للمعلومة مش كل صفقة هتعمل كده، بعض الصفقات بتجيب لك راس المال ومبلغ زياده وخلص الموضوع، لكن ده اسلوب تفكير. لازم تكون دايما عارف امتى راس المال بتاعك هيرجع لك، ولما يرجع لك لازم تبقى عارف ايه اللي هيفضل لك بعد ما راس المال يرجع. هو انت مش هتخش استثمار عشان تحط فيه فلوس بعد كده ترجع لك نفس الفلوس وخلص الموضوع، فاهم؟ ما تبقاش غبي يا تيح. انت بتخش استثمار هتحط فيه راس المال وبعد كده راس المال هيرجع لك وهيبقى لك حاجه. ايه الحاجه دي بقى؟ هل الفلوس هتفضل تجي لك؟ هل قيمه العقار ذات نفسه؟ هل اسهم معينه في شركه كبيره؟ ايه اللي هيفضل لك؟ خلي الاصول تشتري الكماليه. روبرت بيفكرنا بقصه الولد اللي كان عايز عربيه وابوه قال له لا واداله مبلغ وقال له لو عايز استثمر الفلوس دي وهتبيع عربيه. واللي هنا روبرت عايز يقوله لك ما تشتريش بالكاش اللي معاك التزامات، اشتري بالفلوس اللي معاك اصول، والاصول هي اللي تشتري التزامات، او تشتري زي ما بنقول كده ايه؟ كماليات. وبالفعل روبرت هنا بيقول لنا ان الواد ده في السن ده لما دخل عالم الاستثمار اتعلم حاجات كتير جدا، وبقت بالنسبه له لعبه الاستثمار احلى بكتير من ان هو يبقى عنده عربيه. وبالفعل الاصول اللي بقت عند الواد ده وابوه بقت بتجيب له المبلغ الكافي ان هو يدفع اقساط العربيه اللي هو جابها. فاللي الكاتب عايز يقول لك يا تيحة في الحته دي ما تشتريش بالفلوس اللي معاك كماليات، اشتري اصول تدفع لك ثمن الكماليات. الكاتب بيقول لك وهو صغير كان عنده ابطال في لعبه البيسبول، ويلي مايز، هانك ارون، يوجي بيرا، كان يعرف قصصهم واحصائياتهم زي عندنا كده كريستيانو وميسي، ولما كان بيلعب كان بيتخيل ان هو واحد منهم. وبعد ما كبر بقى عنده ابطال تانيين في الاستثمار والاعمال. الفكره ان البطل بيخلي الموضوع ممكن، فانت لو البطل في دماغك ميسي فانت عمرك ما هتوصل لحاجه، لكن لو البطل في دماغك كريستيانو هتوصل لاكتر من حاجه. حته بسيطه كده، ميسي حاجه انت مستحيل توصل لها مبدئيا، فاهمني؟ دي موهبه بس. كريستيانو ده بقى هو اللي مدينا امل ان احنا ممكن نعمل اي هبابه في الدنيا، ده مبدئيا بس. لما بتدرس طريقه تفكير شخص ناجح تقدر تسال نفسك لو كان مكاني كان هيشوف الصفقه دي عامله ازاي، كان هيتصرف ازاي، كان هيعمل ايه. مش معنى كده يا تيحة ان انت تقلده كوبي بيست، لكن تستخدمه كجزء ان انت توسع المنظور بتاعك شويه بدل ما انت منظورك ضيق. الابطال بيحولوا الحاجه من مستحيل الى صعب لكن في حد عمله.
الكتاب بيرجع لقانون البث، خد وهات عشان عشان مات، واجزل والجوزة. لو عايز تتعلم حاجة علم حاجة للناس، لو عايز عملاء ساعد شخص ان هو يحصل على عملاء، لو عايز فرص ساعد غيرك يشوف الفرص. الاب الغني كان دايما كريم، كان قبل ما بيدي نفسه زي ما قلنا كان بيدي الناس، بعد كده يدي نفسه، وبعدين بيدي الالتزامات والاحتياجات عشان بس ما تلخبطش. بيدي الناس يعني بيعطي بيتصدق، وبعد كده بيدي نفسه، بعد كده بيدي الالتزامات والديون والكلام. مش بالضروره ترجع لك نفس الحاجه من نفس الشخص او في نفس الوقت، مش بالضروره انها ترجع اصلا، لكن ان انت تدي دي حاجه اساسيه. ده بيخلق علاقه ما بينك وبين الشخص ده، ولو بعد سنين في يوم من الايام هتاخد. الكاتب بينهي الخطوات بفكره كن كريما بما عندك، مال، معرفه، وقت، علاقات، لان الشخص اللي بيمسك كل حاجه عنده هيموت لوحده. بعد الخطوات ال10 روبرت بيقول لك الناس لسه محتاج حاجات عمليه. يعني تيحة قرا ال10 خطوات دي، سمعهم مني كده واتمزج وقال كلام حلو وجميل. بكره الساعه 9 الصبح انا المفروض اعمل ايه؟ منطقي يا تيحة، منطقي، وانا جاي لك. بيقدم لك مجموعه من الافعال لازم تعملهم. اول خطوه توقف عن اللي انت بتعمله، قف بص على النتيجه، ايه اللي بيطلع لك. لو انت اللي بتعمله مش شغال ما تفضلش تكرره بطريقه اسرع، راجع شوف ايه اللي نافع ايه اللي مش نافع، هل الطريقه محتاجه تتعدل ولا محتاجه تتغير بالكامل. اينشتاين لما عرف الغباء قال لك ان الغباء انك تعمل نفس الحاجه مرتين ورا بعض وتنتظر نتيجه مختلفه. 2 ابحث عن افكار جديده، اقرا كتب مختلفه، اتعلم طرق جديده. روبرت كان بيشتري كتب هو مش فاهم بتتكلم عن ايه عشان بس يطبق افكار جديده، يتعلم حاجات جديده. ما كانش بيقراها عشان يقول انا قارئ مثقف، لكن كان بيدور على فكره قابله للتنفيذ. ممكن كتاب واحد يغير طريقتك ورؤيتك للسوق كامل. 3 دور على شخص عمل اللي انت عايز تعمله. بص بهدل الدنيا، دور على واحد عمل نفس اللي انت عايز تعمله، ودي حلوه جدا لان انا نويتها عامه. خده اعزمه على الغداء واساله ايه الخطوات، ايه الغلطات اللي انت وقعت فيها، ايه الحاجات اللي كنت بتتمنى تعرفها من الاول، بدل ما تسال شخص عمره ما عمل الحاجه دي ويقعد يخوفك ويهول لك فيها. لو عايز تتعلم تلعب كوره ما تروحش لواحد بيلعب سباحه، ما تبقاش غبي. 4 روبرت كان بيحضر محاضرات ودورات حتى لو كلفت فلوس، لان مهاره واحده ممكن تفتح له سوق جديد كامل. وهو فعلا بيمنشن ان بعض الدورات الصغيره اللي هو درسها، اللي هي الدورات اللي بتبقى 4 ايام 3 ايام دي، جابت له عائد ارباح اكتر من دورات خدت سنين. المعيار مش مده التعليم على قد ما هو هل العلم ده قابل للاستخدام ولا لا. 5 وخميسة لما روبرت كان بيدور على عقار يشتريه كان بيقدم عروض شراء كتير. في ناس بتخاف دايما تقدم عروض شراء بسعر قليل عشان البايع ما يزعلش. يا تيحة انت رايح تشتري عقار ولا رايح تطلب ايده؟ ما يرفض يا عم، هو يقدر يرفض وانت تقدر تمشي، خلص. لو ما قدمتش العرض فالاجابه هي الرفض مقدما. بمعنى اللي عايز اقوله يا تيحة، لو انت معاك مبلغ وشايف ان في ارض مثلا سعرها اغلى من المبلغ اللي عندك، روح وقدم المبلغ اللي عندك، قول له انا عندي كذا كذا اشتري. انت خايف البايع يزعل وممكن يرفض، بس انت لازم تقدم العرض، لان كده لو ما قدمتش العرض النتيجه الرفض. روبرت كان بيقدم احيانا عروض مشروطه عشان بس عايز يعرف هو اللي عايز يبيع ده جد ولا بيهزر. الصفقات كلها بتبدا بالكلام، اتكلم. 6 انزل السوق وشوفه بنفسك. روبرت كان بيمشي او بيسوق عربيته في المناطق اللي هو هيشتري فيها، بيبص على البيوت، علامات البيع اللي هو بتلاقي بيت للبيع، المناطق اللي بتتغير، المحلات الجديده، الحركه بتاعت المكان. كان بيتكلم مع السماسره، مع اصحاب المحلات، حتى مع عمال البريد، لان دول اكتر ناس شايفين التغيرات اليوميه في المنطقه. الفرصه مش هتجيلك على شكل نوتيفيكيشن على الموبايل. عزيزي يا تيحة، يوجد عقار اقل من سعره ورا بيتك، اضغط هنا لتصبح ثريا. لازم تتحرك يا تيحة وتشوف، طول ما انت قاعد في البيت مش هتشوف حاجه. 7 ابحث عن الخصومات في جميع الاسواق. الربح كثيرا ما يتحقق وقت الشراء وليس وقت البيع. لو اشتريت بسعر مرتفع جدا انت معتمد ان السوق هيلحق، لكن لو اشتريت بسعر كويس فانت كده عندك هامش امان. روبرت كان بيحب الاسواق اللي الناس خايفه منها، لان الخوف احيانا بيقلل سعر الحاجه، لكن اللي هو بيعمله ده كان محتاج علم. مش كل حاجه رخيصه فرصه، ممكن تبقى رخيصه عشان هي مصيبه فعلا.
دي طريقه استخدمها روبرت في بعض صفقاته وهي مهمه جدا. دور الاول على حد يشتري قبل ما انت تشتري الوحده ذات نفسها. يعني بدل ما تشتري وبعدين تقول يا ترى مين عايزه، تعرف الطلب الاول مين عايز ايه وانا هروح اشتريه. وده اللي بنسال عليه دايما قبل ما نشتري اي وحده في العقارات. بنقول هل الريسيل عالي؟ طب مين الفئه اللي بتشتري في المكان ده؟ طب هل الفئه دي في منها كتير؟ يعني الفتره دي بيشتروا منها كتير في الحته دي ولا ما بيشتروش؟ فانت دور على المشتري قبل ما تدور على البايع، عشان ما تشتريش حاجه بعد كده تلبس اكتر ما انت لابس. يعني وانت عارفين اللي فيها يتيحه. روبرت بيقول فكرة ضرب نار. اشتري الفطيرة كلها وبعدين قسمها يا باشا. روبرت بيقول لك ان ناس كتير بتجيب حاجات صغيرة بسعر عالي وده طبيعي، لكن احيانا انت ممكن تشتري حاجة كبيرة وتقسمها وهتكسب فيها اكتر. بمعنى عندك ارض مساحتها 250 متر مربع، دي سعرها مثلا 100. عندك ارض تانية مساحتها 500 وسعرها 150. انت معاك 100 فانت رافض تروح تجيب ال 150. دور على حد تاني تقسم مع الفطيرة وتروح تشتري الارض اللي ب 150. هي مجرد ان مساحتها 500 انت هتدفع 75 وهتاخد نفس ال 250 متر اللي كنت هتاخدهم ب 100. احيانا انت محتاج تكبر طريقه تفكيرك عن الطريقه الطبيعيه، ولعلمك ده الواقع. الحاجات الصغيره بتبقى غاليه والحاجات الكبيره بتبقى اغلى من الصغيره ولكنها بتطلع معاك ربح اكتر. الكتاب في اخره بيقول لك اعتقاد ان انت محتاج فلوس كتير عشان تعمل فلوس غلط. احيانا انت مجرد محتاج فكره مختلفه، تعليم افضل، شجاعه محسوبه، او عاده ماليه اقوى، او شخص فاهم في مجال معين يرشدك يقول لك تروح فين وما تجيش منين. كل ثروه انت شايفها دلوقتي هي بدات بفكره، وكل اصل بدا بقرار، وكل قرار بدا بسؤال. فبدل ما تقول انا معيش فلوس اسال ايه اللي انا محتاج اتعلمه، وبدل ما تقول انا خايف اخسر اسال ازاي ادير الخساره، وبدل ما تسمع لاي شخص متشائم لمجرد ان هو بيتكلم بثقه اسال هو الشخص ده حقق النتيجه اللي انا عايزها ولا لا. وبدل ما تفضل مشغول طول الوقت او عامل نفسك مشغول اسال انا مشغول باني ببني مستقبلي ولا مشغول عشان اهرب منه. لان في النهايه تيحه وسكه ودغري بقى، مفيش حد هيجي يبني لك عمود الاصول بتاعك ولا حد هيصرف عليك، لا مديرك ولا البنك ولا الحكومه ولا كل الناس اللي انت بتقعد تضحي عشانهم وتبني لهم حاجاتهم، بالذات مديرك اللي في الشغلانه اللي بيطلب منك تشتغل اوفر تايم من غير ما يديك فلوس، ولا صاحبك اللي بعت لك ريلز تحفيزيه الساعه 3 الفجر وهو نفسه نايم لحد العصر. القرار عندك انت، اما تفضل تشتغل طول حياتك عشان الفلوس او تبدا خطوه بخطوه تتعلم ازاي تخلي الفلوس تشتغل عنك. مش لازم اول خطوه تكون ضخمه، لكن لازم تكون خطوه، لان القراءه بدون فعل بتديك معلومات، اما القراءه مع الفعل فهي اللي ممكن تغير حياتك. ودي كانت نهايه حلقتنا يا تيحه. وارجع افكرك تاني يا تيحه، ما تنساش تنزل تحت تكتب لي اسم الكتاب اللي انت محتاجه السلسله الجايه. ما تعملش لايك على كومنت واحد كد، اكتب انت بنفسك، انا بقرا كل الكومنتات وانت عارف ده يا تيحه. انزل تحت واكتب اسم الكتاب اللي انت عايزه، انا هنزل تحت واشوف اكتر كتاب اتكتب وهعمله وبس كده. لو استفدت حاجه من الكتاب ده فانزل تحت واعمل لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي، ولو ما استفدتش وده اللي انا متوقعه اعمل لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي يمكن تفهم حاجه. ونختم بالجمله اللي انا بحبها جدا وبس. ده اللي كان عندي النهارده.